السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده تفتكروا هعمل لكم اكلة ايه؟ هعمل لكم اكلة الكشري، لان ولادي بقى بقول لهم ناكل ايه، قالوا لي كشري. هي اكلة مصرية اصيلة. هنبتدي بقى نغلي ميه، نعمل المكرونة اول حاجة. فهنغلي ميه الاول وبعد كده نروح ساقطين فيها المكرونة، وبحيث ان الميه تكون اعلى من المكرونة بكتير. ليه بقى؟ أو يعني ايه، ونسويها سوى معقول، ما يكونش لا طريه قوي ولا، وتكون الميه اعلى منها. ده بالنسبه للمكرونه. بعد كده هندخل على العدس يا اما تنقعوه لمده مثلا ساعتين ثلاثه الاول، تشطفوه وتنقعوه، وبعد كده تسووه على النار وتحطوا له الميه يا دوبك اعلى منه بسنتي. يا اما تشطفوه وتسووه على طول، بس هياخد منكم وقت. هو لما يتنقع احسن عشان ما ياخدش وقت. وبعد كده هنرجع للمكرونه تاني، هنلاقي المكرونه ايه، استوت خلاص اهي. دلوقتي هنا يا جماعه انا بوريكم شكلها ان هي خلاص استوت اهي، بوريكم ان المكرونه مش معجنه الحمد لله، ونص سوا كده شكلها حلو قوي. دلوقتي هنا خلاص العدس هو استوى. سيبناه على النار شويه لحد ما استوى معانا خالص. ونحط له ملح وكمون وهو وهو بيستوي. بيستوي على النار، يعني وهو بيستوي على النار نحط ملح وكمون. دلوقتي بقى دخلنا على الصلصه بقى انا حطيت البصل على النار يتحمر. وهو بيتحمر بقى انا بحط معاه ايه، بحط معاه بابريكا وبحط معاه فلفل اسود وكزبره. بحب احمرهم معاه على النار، بيفرقوا معايا جدا في الطعم وفي الريحه، بتوديها في حته تانية بصراحه. بحب اعمل الحركه دي قوي. بحمرها كده مع البصل، وبعد كده بنزل عليهم بالطماطم اللي انا عاملاها. انا دلوقتي اهو بحط الفلفل الاسود والكزبره حرفيا، وانا بحمرها معاها بتدي ريحه تحفه تحفه قوي. وهنزل عليهم بقى بالطماطم. كده انا خلاص بقى حطيت الصلصه على الطماطم، يعني بعد ما عصرتها حطيتها على البصل بعد ما اتحمر. هسيب بقى الصلصه لحد ما تتسبك معايا. بعد كده بقى طبعا المكرونه طلعناها ورحنا شطفناها. اهم حاجه ان احنا لازم نشطفها بعد ما تطلع على طول من النار علشان ما تعجنش معانا. وبعد كده صفيناها بقى وسبناها، وهنا خلاص كانت الصلصه اتعملت معايا. ودي بقى الشطه معايا اهو. الشطة إن شاء الله هنعملها بقى عبارة عن شوية صلصة كده بناخدهم على معلقة زيت، على شوية شطة كده حلوين، تبقى مليانة شطة. ما هي بقى الشعرية بتتحمر اهي على معلقة زيت أو معلقة سمنة، قدحناها وحطينا عليها ايه، الشعرية بتتحمر. دلوقتي خلاص طلعت المكرونه اهي قدامكم بعد ما صفيناها. وهنا خلاص انا بقلب في الرز اهو مع الشعريه، بقلبه لحد ما الرز يتحمر مع الشعريه كويس. اعرف منين ان الرز اتحمر مع الشعريه؟ يلا قولي يا ماما، امتى نعرف ان الرز اتحمر مع الشعريه؟ لما بنقلبه كده لمدة دقيقة أو دقيقتين مع الشعرية، تفضلي تقلبيه، بتسمعي صوت طرقعة كده بسيطة خفيفة كده، وانتي بتقلبي تعرف ان هو كده خلاص اتعمل. بتروحي كده بقى بتحطي عليه المية، وبعد كده تحطي الملح وتقلبيه. المية تكون أعلى من الرز بسنتي أو اهو كده سنتي خلاص هو ونص. استوى اهو، بصوا وبقى مفلفل الحمد لله، طعمه تحفه تحفه. دلوقتي داخلين بقى على مرحله الدقه. الدقة بقى بنحط مية على كمون على توم على معلقتين صلصة على ليمون على خل على ملح. كل ده بنحطه وبنغليه على النار لغاية ما هيعمل لنا ايه، الدقة بتاعتنا. دلوقتي خلاص بقى احنا خلصنا خالص الحمد لله، الوصفه معانا خلصت. بس في حاجة برضو، يعني في ناس بتحب تعملها برضو وبتدي برضو طعم في الأكل، البصل المقرمش حمص. والحمص. الحمص، تجيبوا الحمص تغسلوه وتنقعوه في مية لمدة 10 ساعات 8 ساعات 9 ساعات زي ما انتوا عايزين، وتروحوا ايه شاطفينه كده، وتروحوا عاملينه في مية على النار، تغلوه في مية على النار لغاية ما يستوي. ده بالنسبة للحمص. بالنسبة للبصل، هتقطعوا البصل طرنشات، وهتروحوا حاطينه في نشا او دقيق وتحمروه في معلقه سمنه، هيتحمر وهيقرمش وهيبقى جميل جدا. ودي كده وصفة النهاردة، يا رب تكون عجبتكم. هي وصفة سهلة وبسيطة خالص. اهم حاجة ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك عشان تدعمونا وعشان نعمل وصفات تانية كتيرة. قولي رأيكم في الكومنتات. سلام.